هاي جايز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي هذاك؟ نتمنى الله تكونوا كاملين مزيانين. جيت لكم عاوتاني بقضيه جديده. هاد القضيه بلا ما نحتاج نقول لكم باللي خدات شهره كبيره وتشهرات في وقيتها، ولكن ماشي كولد كيس. ضروري نقولها لكم في لاند خو، حيت كاين بزاف الناس ما كيعجبهمش كولد كيس، ولا اللي كيبقاو يتفرجوا ومن بعد كيشوفوا بلا راه اتس كولد كيس ما كيعجبهمش الحال، وانا منهم صراحه الله. دونك هذه اتس نوت كولد كيس، غير هي هاد الكيس هذه بقات مشهوره لمده ديال اكثر من 20 عام. خصوصا هي اصلا في البدايه ولات قضيه ديال الراي عام، ولكن من مورا ما عرفوا الفاعل زادت تشهرات وبقات الطرف على كل لسان، خصوصا فاش عرفوا شكون هو الفاعل وعرفوا علاش دار داكشي. الحاجه اللي غادي تورينا هاد القضيه هذه كيفاش يقدروا لي غلاصون اللي كيكونوا ماشي سان ولا لي غلاصون توكسيك، كيفاش يقدروا يبدلوا الواحد وكيفاش يقدروا يخليوه انسان من انه كيفكر بعقله ولا يفكر بحاجه اخرى، يعني يولي يفكر ماشي بعقله ويولي ما كيغيزونيش اي حاجه دارها. دونك بلا ما نزيد نطول عليكم عاوتاني في لاندخو، انا ديما كنقولها باش ما نبقاش ننسى راسي ونبقى داويه داويه داويه. بلا ما نزيد نطول عليكم وخليونا نبداو القصه ونشوفوا هاد المره فين غادي تسافر بينا. جينا اليوم غادي تسافر بينا للبرازيل عند العائله ديال سوزان. خلينا نتعرفوا على سوزان ونعرفوها شكون هي. سوزان تزادت في عام 1983 في البرازيل. باباها كان مهندس وماماها كانت طبيبه نفسانيه. باباها كان من اصول لبنانيه وكان عندها خوها صغر منها ب4 سنين. كانت الحاله الماديه ديالهم فريمون مزيانه، طبيبه نفسانيه مع مهندس، دونك راه الحاله الماديه كانت فريمون مزيانه، وكان الثروه ديالهم كتقدر ما بين 5.5 مليون ديال الدولار. الطفوله ديال سوزان صراحه دازت عاديه، لا هي لا خوها. كانوا عائله عايشين مزيانين، كلشي هو هذاك، وبيان سور كيف ما كنقول كلشي هو هذاك، من بعد ما غاديش يبقى كلشي هو هذاك، ولكن حنا مازال غير في البدايه، باقي ما غيطرا حتى شي حاجه. دونك غادي نمشي لكم نيشان الباركور سكولير ديال سوزان اللي غادي تدوزو في البدايه في المانيا، عاد من بعد فاش غادي تكبر شويه غادي تنتقل للبرازيل هي وعائلتها. تما فين باباها غادي يولي مهندس ومامها غادي تولي طبيبه نفسانيه. يعني اصلا هما كانوا عايشين في الالمان، من بعد غادي ياخذوا قرار انهم يهاجروا للبرازيل. سوزان كان الاختصاص ديالها حقوق، دونك سوزان كانت عارفه داكشي اللي ليها واللي عليها، كانت كتعرف مزيان شنو كدير، وكانت من النوع اللي انك صعيب دوز عليها. الاعوام كيدوزو وسوزان غادي تبقى كتقرا عادي، هي كتكبر، خوها كيكبر، بيان سور ماماها وباباها كيكبروا، دونك كلشي كان هو هذاك، ولا غلاصه مع باباها وماماها كانوا من احسن الحوايج اللي عندها في حياتها. اعوام وليامات كيدوزو حتى العام 1999. هاد العام سوزان غادي تقرر انها تبدا تدخل شويه وتمارس الهوبيز ديالها، يعني سبور، داكشي اللي كيعجبها داكشي اللي ما كيعجبهاش، وكانت دخلات لواحد الكلوب، وتما فين غادي تتعرف على حب الحياه ديالها. تما فين سوزان غادي تتعرف على واحد السيد اولا واحد الدري اللي كان في العمر ديالها سميتو دانيال، يعني تعرفوا بجوجهم في الكلوب وكانوا بجوجهم كيشاركوا نفس الهوبيز، نفس الافكار، نفس الكاركتير. يعني سوزي لقات فيرسون ديال راسها غير هو دري اللي هو سميتو دانيال كيف ما قلت لكم. شويه بشويه لا غلاصون ديالهم غادي تكون عشران، يعني جوج صحاب كيضحكوا كينشطوا كيخرجوا مع بعضياتهم كيمشيو للسيني، كانوا فريمون مدوزين وقت زوين مع بعضياتهم اوطون كو بيست فريندز. شويه بشويه غادي تبدا الغلاصه ما بين سوزان ودانيال، غادي تحول من غلاصون ديال بيست فريندز لغلاصون ديال كابلز. فهو دانيال بلا ما غيطول عليها الامور غيجي غيقول لها اختي السلام عليكم كي دايره لاباس عليك، واش تقبلين ان تكوني اش كيقول لها الزوجه ديالي الزوجه كيوصلوش من ديك المرحله ديال الزوجه، غيجي غيقول لها هل تقبلين ان تكوني الجيرل فريند نتاعي؟ هي غادي تقول ليه نعم اقبله. فمورا ما غادي تقبل غادي يوليو اوفيسيالمون كابلز، يعني غيولي بوي فريند وجيرل فريند، يعني غيدخلوا في علاقه غيوليو مصاحبين. وما نساوش بلي هاد الغلاصه هادي طرات في البرازيل، يعني والديها وعائلتها كانوا عارفين بلي عندها بوي فريند، كانوا عارفين بلي داخله في غلاصه، ما كان عندهم حتى شي مشكل. يعني فما نقول لكم شي بلاصه اللي خارج الدول العربيه ولا الدول الاسلاميه، ما نساوش انه الا قلت لكم بلي عائلتها ولا الناس اللي كتعرف عارفين بلا شي هاف بوي فريند، وخصوصا والديها ان هما اوكي ويت هاد الامور هادي، ما تنساوش بلا راه عندهم شي حاجه عاديه، وعادي والديهم يعرفوا، وعادي انهم يجي عند البوي فريند للدار وهي تمشي عنده، ما كاين حتى شي مشكل. والديها كانوا عارفين لا غلاصون اللي كانت بين دانيال وسوزي، وكانوا فرحانين وكانوا كيقولوا لها طون كنتي بخير وطون كنتي اللي اختاريتي هاد الانسان ما كاين حتى شي مشكل.
بشويه بشويه والديها غادي يرفضوا هاد لا غولاسيون، حيت تو سامبلومون غادي يشوفوا الفيرسون الاولى اللي عطاها دانيال لبنتهم اللي هي سوزي، والفيرسون اللي كانت كتعاود لهم ما كتماتشاش نهائيا نهار غادي يعاودوا يتلاقاو معاه. فنهار غادي يعاودوا يتلاقاو معاه غادي يكتشفوا انه هاد السيد ما عنده لا خدمه لا ردمه، ما كيدير حتى شي حاجه، والهم ديالو الوحيد هو انه يحدي سوزي فين مشات وفين دخلات. وزاد كملها وجملها انه كيتعاطى المخدرات وكيتعاطى حتى الدرينكس والشراب وداكشي، بلوس على هادشي كامل ولا كيتاجر في المخدرات ولا كيتاجر في اي حاجه ممنوعه. دونك اوطون كو جوج الناس اللي ما باغينش يشوفوا بنتهم في هاد الحاله هادي وما باغينش يشوفوا بنتهم تكون مع انسان بحال هاد الشكل هذا، طلبوا من بنتهم تخرج من هاد الغلاصه ويتفارقوا وترجع تكمل وترجع في الطريق اللي هي كانت فيه. سوزي الاستاذه البطله الغزاله ديالنا الحبيبه ما اكسبطاتش هادشي وقالت لوالديها دخلوا سوق راسكم، انا داكشي اللي بغيت ندير هي وداك الراس المربع ديالها اللي عندها اللي ما كيدير حتى شي حاجه. بجوجهم ما اكسبطاوش هادشي وبجوجهم بغاو يبقاو مع بعضياتهم بدافع الحب وبدافع انه الناس والدنيا كامله باغا تفرقنا. عرفتوا عاشوا لينا ديك القصه ديال الحب والغرام ديال الدنيا باغا تفرقنا ديال السلطان سليمان وهيام، كتجي كتقول ليه مولاي هذا راه باغيين يفرقونا، ايوا راه كانوا دايرين نفس الحاجه انها كان كيسحب لها بلا هي وياه السلطان سليمان وانه الدنيا كامله باغا تفرقهم حيت هما كيبغيو بعضياتهم. غادي يقرروا انهم يبقاو مع بعضياتهم واخا والديها واخا الناس كاملين وصحاباتها كانوا كيقولوا لها ان الانسان ماشي من المستوى ديالك وانسان اللي ما تصلحيش تبقاي معاه. حنا هنا ما كندويوش على المستوى المادي حيت والديها ما كان عندهم حتى شي مشكل. والديها فاش عرفوه بلا راه بشويه بشويه ما كانش خدام قالوا اتس اوكي ماشي مشكل، باقيين صغار يقدروا يخدموا. ولكن فاش عرفوه انه كيتاجر او كيتعاطى لا دروغ و تو سكي ممنوع والديها ما اكسبتاوش وصحابها حتى هو ما اكسبتاوش. يعني جوج الناس خصوصا انه هي كتقرا الحقوق وكانت انسانه اللي عايشه في واحد التربيه والليفل زوين ما كتماتشاش نهائيا مع انسان بحال هكا. دونك غياخذوا قرار كيف ما قلت لكم انهم غيبقاو مع بعضياتهم حتى العام 2002 هنا فاش غادي طرا الكارثه اولا غادي طرا الجريمه اللي انا جيت نعاود لكم عليها. في 2002 فين سوزان والديها غادي يسافروا هو وخوها الصغير، دونك غادي يخليو سوزان بوحدها في الدار، كانت عندها قرايه دونك ما قدراتش تمشي معاهم فبقات بوحدها في الدار. هنا فين سوزان غادي تاخذ القرار انها تعيط الاستاذ ديالنا دانيال وغادي تقول ليه باش يجي ونسى في الدار معاها ويبقى بارك معاها شويه ويعيشوا. دونك ايفيكتيفمون هادشي اللي غادي يطرا، غادي ياخذ القرار دانيال انه يجي يعيش معاها، غادي يبقاو عايشين داك الشهر كامل اللي غادي يكونوا والديها مسافرين. دونك هما فاش غادي يعيشوا داك الشهر بحال غادي يعجبهم الحال وغادي يوليو يبغيو بعضياتهم غيولفوا على بعضياتهم، غيولي اهم قرار عندهم في حياتهم انهم يسكنوا مع بعضياتهم ويعيشوا مع بعضياتهم. دونك هذه ما عرفتها واش زعطه واش طايحه على الراس ولا ما عرفت شنو. فاش غادي يرجعوا والديها سوزان غادي تبقى مصدقه عليهم راسهم ليل ونهار ليل ونهار، والديها شريوا لي دار شريوا لي دار، انا بغيتكم تشريوا لي دار، من حقي انه دوك الفلوس اللي كتدخلوا تشريوا لي بهم دار. والديها غيقولوا لها واخا وعلى شنو غادي نشريو لك دار، غتقول لهم باش نعيش انا ودانيال فيها. انا غيشوفوها يقولوا لها ياك اختي ياك الشريفه ما مركتيش، فغادي يقولوا لها الا هي الا الا كنتي انت متحمسه انك تعيشي انت ودانيال في دار وحده نوضي انت وياه خدموا عليها وديروها وديك الساعه دبروا راسكم. حنا اصلا هاد الخلاصه ما ماكسبتينهاش واصلا حنا هادشي ما داخلينش معاه وما بغيناكش تكوني معاه، دونك ما تجيش تاخدي القرار انك تعيشي معاه واش بغيتي تعيشي في دار على ظهرنا حنايا. ما قالوش لها بهاد الطريقه ولكن انا قلت لكم شنو كاين. فمن مورا ما سوزان غادي يرفضوا ليها الطلب ديالها غادي تحقد على والديها حقده وحده وخصوصا ماماها، حيت تو سامبلومون ماماها هي اللي كانت كتقول لها لا، باباها كان حتى هو رافض ولكن ماماها هي اللي كانت زعما كانت كتعمر لباباها راسو، كانت كتبقى تقول ليه ديما قول لا وديما قول لا وعمرك ما تقول باسكو باباها هو اللي كان قادر يشري ليها الدار اكثر من ماماها. هما واخا بجوجهم كانوا لاباس عليهم ولكن باباها هو اللي كان قادر يشري ليها الدار اللي هي كانت باغا، وهي ما كانتش باغا دويره عاد، كانت باغا فيلا بالبيسين بداك الشيء خدم والحاشم باش يعيشوا مع بعضياتهم. وفي لاطات ديال لو 31 اكتوبر 2002 بالضبط في الصباح واحد النهار سوزان غادي تفيق، ومن مورا ما غادي تفيق غادي تقول لماماها انا اليوم غادي نمشي نخرج، غادي ندي خويا الصغير للبارك وغادي ندوز النهار كامل انا وياه.
ماماها غادي تقول لها اوكي ما كاين حتى شي مشكل. اصلا هي لا غلاصان ديال خوها الصغير كان صغير منها غير ب4 سنين، كانوا قراب لبعضياتهم، وكان اصلا عزيز عليها خوها الصغير، كانت ديما كتخرج هي وياه. دونك شي حاجه اللي عاجه، وبعد المرات كانت كدي معاه حتى داك الكلوب اللي هي كانت كتريني فيه. دونك غادي تمشي غادي تخرج خوها الصغير، غادي يبقاو هو وياها النهار كامل، ومن موراها غادي يرجعوا للدار. هنا فاش غادي يرجعوا للدار سوزان غادي تدخل وغادي تلقى باباها وماماها في البوزيشن ديال بحال مصفينها راسهم، يعني بحبل وشانقين راسهم. هنا سوزان غادي تغطي عينين خوها الصغير وغادي تخرجوا على برا، وغادي تدخل باش تشيكي اول حاجه لي كاميرا وسيستم دالارم. سوزان غادي تصدم وغتلقى انه لا لي كاميرا ولا سيستم دالارم كاملين طافيين، بلوس غادي تلقى الدار كامله مرونه، وغادي تلقى حتى الفلوس اللي كانوا نورمالمون مخليين والديها كاملين مشفورين، وغادي تلقى حتى من الكوفر فور مهرس ومحلول، وداكشي اللي كان وسط منه حتى هو ما كاينش. سوزان هنايا غادي تاخذ القرار انها غادي تعيط للبوليس. فاش غادي تعيط للبوليس فاش غادي يجيو غادي يكتشفوا نفس الحاجه اللي كانت قالت لهم. دونك هي اول حاجه فاش دخلت شافت والديها ما دخلتش ديك الساعه عيطت للبوليس، نو دخلات قلبات، يعني لعبات شويه بمسرح الجريمه. كيف ما كتعرفوا انه مسرح الجريمه الا مشات تكتشف شي واحد خاصو ما يبقاش يتحرك فيها بزاف، من الاحسن انه الا شاف شي جثه ولا شي حاجه يخرج ويعيط ديك الساعه البوليس بلا ما يبقى يدور يقلب ويقيس داكشي بيديه. دونك البصمات كيبداو يتخربقوا. هادشي اللي دارت اكزاكتومون سوزان، ومشات بدات كتخربق وبدات كتحط يديها تقرب هنا وتقيس هنا. دونك البصمات بداو كيتمسحوا. فالبوليس مورا ما غادي يجي وغادي يدخلوا وغادي يلقاو نفس الحاجه كيف ما قلت لكم، سيستم دالارم ما كاينش، لي كاميرا وحتى من بزاف الحوايج مشفورين. دونك البوليس فشكون غادي يشكوا؟ اول حاجه غادي يشكوا في الجيران. دونك غادي يكون غير شي واحد من الجيران باسكو هو اللي غيكون عارف داكشي كامل، حاجه كتعلق بلي كاميرا حيت هما كاملين في داك السيكتور عندهم نفس الحاجه. البوليس مورا ما غادي تدوز 3 ايام بالضبط، وفاش غادي يبداو يحقوا غادي طرا شي حاجه اللي ما كانش في الحسبان، يعني غادي طرا شي حاجه اللي هما بحال عطاتهم واحد الطريق اللي اصلا ما كانوش دايرينها. هاد الطريق هادي غادي تخليهم يشكوا في سوزان، حيت سامبلومون بالضبط مورا 3 ايام الموت ديال والديها سوزان كان العيد ميلاد ديالها، وغادي تاخذ قرار انها غادي دير بارتي، وما غاديش دير بارتي صغيره، لا غادي دير بارتي كبيره، غتعرض على صحاباتها، غادي تعرض على بزاف الناس، وداكشي كامل غادي تصور، وداكشي كامل غادي تلاح. كانت فرحانه بحال ماشي انسانه يلاه ميتين ليها والديها بجوج. دونك هنا البوليس مورا ما شافوا هادشي كامل وشافوا بلي راه استاذه المحترمه فرحانه وباركه ما طاري حتى شي مشكل، قالوا فراسهم اختي هاد الشريفه واش نشي ما ميتينش لك والدي؟ زعما شكون هما دوك اللي ماتوا؟ راه الا مات لك غير مثلا حيوان ديالك سواء كلبك سواء مشى ديالك راه غادي تحزن عليها، فتخيلوا والديكم. هنا البوليس اصلا ما كانوش شاكين في سوزان، ولكن من مورا ما دارت هاد الشيء ولات شاكين في سوزان وحطوها في القائمه الاولى. البوليس مورا ما غادي يشوفوا التصرفات ديال سوزان وهاد الشيء كامل اللي كدير غادي يقرروا انهم يحطوها تحت مراقبه. قالوا ما غاديش نعتقلوها ديك الساعه، غادي نراقبوها باش نشوفوا التحركات ديالها شنو كدير فين غادي تمشي، باش يعرفوا اي حاجه عليها بلا ما يخدموا معها بزاف التحقيقات. هادشي اللي غادي يطرا غادي يبقاو يراقبوا فيها وما غاديش ياخذ لهم بزاف ديال الايامات، غادي يكتشفوا انه الغد ليه بالضبط مورا ما دارت ديك الحفله كامله اللي كانت فريمون غاليه وتحطوا فيها بزاف الفلوس وداكشي كامل. البوليس غادي يكتشفوا انه سوزان وخوها الصغير ولاو ديما كيمشيو كيتقداو من اغلى البلايص، ولات كتمشي كتشري من الحوايج الغاليين، واي حاجه تشهاتها خاطرها غاليه كتمشي كتاخذها لا لراسها ولا لخوها. حاجه اللي عجبتني في سوزان انها ما ناسيش خوها الصغير. غادي تزيد استاذه المحترمه تقولوا كانت مضروبه بشي حجره، عرفتوا ديك اللي يطيح حبك على شي صخره، الاستاذه ديالنا سوزان طيح حبها على شي صخره ولا ما عرفت على شنو طاح عليها. من المهم انها كيف ما كانتش كتنسى خوها ما كانتش كتنسى حتى دانيال، اي حاجه تقدات لراسها ولخوها كانت كتمشي كتقداها حتى لدانيال. سادات دانيال هذا، ولكن مهم كانت مهليه فيه سوزان اي حاجه بغاها سواء صغيره وسواء كبيره. وغيزيدوا يكتشفوا البوليس انه لي مونطون اللي كانوا كيتخسروا من نهار اللي ماتوا والديها حتى لدابا انهم كانوا لي مونطون خياليين، يعني كانت كتخسر لواحد الدرجه ما يمكنش. ما نساوش انه كان عندها لاكسيل بيان سور الكونط بانكير ديال والديها، عندها مشكل فينانسيرمون حيت اصلا والديها كانوا لاباس عليهم كيف ما قلت لكم في الاول. دونك البوليس من مورا ما غادي يبقاو يشوفوا ويلاحظوا هذا الشيء كامل، غادي يقولوا لا بزاف هذا الشيء بزاف، يعني اوكي نقدروا نفهموا
كيفهموا انه والديها يلا ميتين، باقا دريه صغيره باقا ما كتعرفش تجيري الفلوس وشحال من حاجه، خصوصا الا كانوا فلوس كتار. ولكن عاوتاني كاينه واحد الحاجه سميتها الحزن على والديك، وكاينه واحد الحاجه سميتها انه من مورا ما، خصوصا انك انت اللي اكتشفتي الجثه ديال والديك، غادي يكون فيك واحد التراما، شي فوبي، شي حاجه. المهم غتكون انسان غتزعزع، فهمتوا؟ غتخربق. هي ما تخربقاتش، الاستاذه بقات بحال ما طاري حتى شي حاجه، يعني بحال والديها ما لقاتهمش مقتولين، غتبقى كيف ما هي. فمن مورا ما البوليس غادي يشوفوا هذا الشيء كامل، غادي يلقيو عليها القبض وغادي يشدوا حتى خوها الصغير. قولوا لي يا اختي خوها الصغير اش دخلوا في هذا الشيء؟ سوزان من مورا ما غادي يشدوها البوليس ديك الساعه غادي تعترف لهم بالخطه اللي دارت. راه هي دغيا واحد جوج دغيا اعترفت لهم، غادي تقول لهم باللي راه انا داك النهار ديت القرار انني نقتل والديا حيت سامبلومون دوك الفلوس اللي كانوا عندهم من حقي، ومن حقي انني نبغي دار ونبغي نسكن مع البوي فريند ديالي. فوالديا خصهم يسمعوا لي الهضره وخصهم ياخذوا لي الدار اللي بغيت. دونك ما سمعوش لي الهضره، فانا خديت قرار انني نصفيها لهم. والخطه اللي دارت سوزان مع دانيال كانت هي هذه. مشات عند دانيال وعيطت لي داك النهار وقالت ليه بلي انا غادي نمشي غادي نخرج خويا الصغير كيف ما قلت لكم. فاش جات طلبات عند ماماها قالت لها باش تعطيها خوها الصغير باش ما تخليهش يعيش داكشي كامل اللي غادي ديرو في والديها. دات خوها الصغير وغادي ديه معاها لواحد البارك وغادي تخليه تما يلعب وغادي تخليه بوحدو وغادي ترجع. من مورا ما غادي ترجع غادي تدخل غادي تطفي لي كاميرا وسيستم دالارم غادي يكونوا في الدار كامله، يعني غادي طيح الضو باش حتى شي حاجه ما تسجل. وديك الساعه غادي تعيط لدانيال وغادي تقول ليه باش يجيب معاه خوه باش يتعاونوا بجوجهم على والديها بجوج. من مورا ما غادي يجيو وقيته قليله دانيال وخوه غادي يجيو للدار وغادي تكون سوزان كتسنى فيهم وغادي تكون ديجا عطات لوالديها واحد المنوم في العصير ديالهم باش يقدروا ينعسوا. من مورا ما غادي ينعسوا ديك الساعه سوزان غادي تعطي الفافير لدانيال وخوها انهم يطلعوا يقتلوا والديها حيت راه بجوجهم ناعسين، وهي غادي تبقى تسنى فيهم حيت قالت لدانيال كوم كوا انا ما بغيتش نستحمل المنظر اني نشوف والديا كيتقتلوا قدامي. مهم راه تبارك الله قلب حنين. مورا ما دانيال وخوه غادي يطلعوا عند والدين سوزان غادي يكونوا متكين ناعسين، وديك الساعه غادي ياخذوا مخده وغادي يبداو يخنقوا فيهم. ولكن هنا الام ما غاديش تبغي تموت لهم وغادي تفيق. دونك من مورا ما غادي تفيق غادي تبدا تغوت وغادي تبغي تهبط للتليفون باش تعيط على البوليس. من مورا ما غادي تهبط غادي تتلاقى ديريكتومون مع سوزان اللي هي بنتها. فاش غادي تتلاقى معاها سوزان غادي تاخذ حبل وغادي تشنق ماماها. اما بالنسبه لباباها فراه مع تخنق ديك الساعه مات، غير ماماها بحال اللي في ديال الدواء بدا كيمشي منها شويه، دونك مع بداو كيخنقوا فيها. ديك الساعه فاقت وبدات كتغوت وهبطات. هي في غادي تلقى مع سوزان وغادي تعرف انها هربت لهم، غادي تاخذ حبل غادي تصفيها لماماها. من مورا ما غادي تصفيها لماماها سوزان غادي توري لدانيال اخوه البلاصه فين والديها كيحطوا الفلوس. فغادي يطلعوا غادي ياخذوا الفلوس كاملين، غادي ياخذوا الذهب، غادي ياخذوا الكاش، غادي ياخذوا اي حاجه دو فالور كتهز، وغياخذوا حتى الكريديت كاردز ديال الوالدين بجوج. ومن موراها غادي يرونوا الدار كامله سوا ديزون فاش غادي يجيو يحقوا البوليس غادي يقولوا بلي هذه الجريمه كانت بالدافع ديال السرقه وما غاديش يشكوا نهائيا لا في سوزان ولا في دانيال ولا حتى في خو دانيال. من مورا ما غادي يشفروا كلشي غادي يمشيو وغادي يخرجوا وغادي يهربوا، غيبقاو يتسناو غير ابل من عند سوزان. من مورا ما غادي ترون الدار كامله. دانيال وسوزان غادي يمشيو باش يجيبوا خوها الصغير من الباخ. وديك الساعه فاش غادي يرجعوا هي فاش غادي تعيط البوليس كيف ما عاودت لكم في البدايه. فاش دخلوا هي فاش غادي يكتشفوا انهم شنقوا راسهم كوم كوا بلي راه صفاوها راسهم. غير هي ماشي كانت قضيه ديال انها صفاوها براسهم، راه كانت قضيه ديال قتل. هما باش علقوهم باش البوليس فاش يجيو يقولوا بلي راه هذه الجريمه ديال القتل، وكوم كوا بلي راه الفاعل اولا القاتل هو اللي علقهم باش تبان بلي راه القضيه ديال السرقه. سوزان ما كانتش كتفكر نهائيا ان البوليس يقدروا يشكوا فيها، زعما ما عرفتش شكون كانت كتفكر انه يقدر يشك فيها، ولكن اختي دوك راه بوليس هذه يمكن ما فراسهاش. ولكن قالوا ما خلينا حتى شي دليل ما خلينا حتى شي حاجه. ولكن الحاجه اللي الاستاذه المحترمه فكرت فيها انها ما ديرش بارتي مورا ما مات والديها ب3 ايام، هي هذه الحاجه اللي تزقلت لها. دونك هي فكرات وقالت بلي صافي انا درت كل شيء هو هذا، دونك مورا ما قتلت والديا غنمشي نعيش حياتي بالفلوس ديال والديا اللي هما نورمالمون فلوسي. ما عرفت صراحه هاد الافكار منين كيجيوها، ولكن الثقه في النفس حتى راه عندها مجهده صراحه. كاع المجرمين ولا الاغلبيه ديالهم كتكون عندهم واحد الصايد ديال الثقه في النفس كيكون شويه مجهد، ما عرفتش منين كيجيبوها. ولكن المهم ما تثقوش في راسكم بزاف باش نتوما ثقات على ولا مجرمين. فهي تاقت في راسها وتاقت في حبيب القلب ديالها دانيال. ومورا ما تشدو اعترفت بهذا الشيء كامل
مشاو شدوا دانيال وشدوا حتى خوه. وهنا الحبيب القلب اللي كانت تايقه فيه الاستاذه ديالنا سوزان، فاش غادي يشدوه البوليس غادي يقول لهم بلي سوزان غير كتكذب عليكم، وانا ما درت حتى شي حاجه وما قتلتش حتى شي حد، انا بريء وحتى خويا ما دار والو. ولكن البوليس فاش غادي يزيدوا التحقيقات ديالهم غادي يشوفوا لي كاميرا ديال الجيران، وغادي يشوفوا انه دانيال وخوه في الوقيته اللي كانوا ماتوا الوالدين وبالضبط في داك النهار وفي نفس الساعه، دانيال وخوه في الكاميرا غادي تشدوا انهم كانوا هابطين من الطوموبيل وغادي يدخلوا للدار ديال سوزان في نفس الوقيته اللي كان نورمالمون تعلل الوفاه ديال والديها. يعني ان دانيال واخوه وسوزان بثلاثه شدهم الكاميرا انهم كانوا في مسرح الجريمه، مسرح الجريمه في نفس الوقيته وفي نفس الدقيقه، وما كاين حتى شي واحد دخل ولا حتى شي واحد خرج من الدار من غيرهم. يعني لي كاميرا كانت شادهم بثلاثه دخلوا وبثلاثه خرجوا، ومن موراهم كانوا جاو البوليس. دونك 100% التهمه كانت ثابته عليهم بثلاثه. يعني الحبيب القلب ديال الاستاذه سوزان اللي تايقه فيه غادي يقول لها بلي انا ما داير حتى شي حاجه. شفتوا الثقه فيا يا الهبيله، راه كي مرتين هادشي اللي دار لها دابا. فهاد الجريمه هادي غادي تخرج للعلن وغيوليو الناس كاملين كيدويو عليها، وغادي تولي قضيه ديال الراي عام. وهنا الناس غادي ينقسموا جوج ديال لي تيب. التيب الاول ديما كنبقى نقول لكم جوج ديال لي تيب باش تبقاو متبين معايا وبقيت انا نتبع مزيان. التيب الاول ديال الناس غادي يتعاطف مع سوزان، والتيب الثاني ما غاديش يتعاطف معها، حيت التيب الاول قالوا بلي كوم كوا هي ما دارت حتى شي حاجه من راسها، انه دانيال هو اللي لعب ليها براسها وهو اللي خلاها دير هادشي كامل. والتيب الثاني غادي يمشي غادي يقولوا بلي راه ما كاين حتى شي حاجه في الدنيا غادي تخليك انك تمشي تقتلي والديك كيف ما كانت. وبيان سور التيب الثاني هو اللي عنده الصحيح. اما التيب الاول راه انا ما تنفهمكمش ولا هاد سوزان ما تنفهمهم، حيت اختي الو غونايدن كيفاش غادي تمشي نتيا غادي تمشي بعد اولا كيفاش غتمشي تصاحبي لي مع شي واحد ما عنده لا خدمه لا ردمه لا جوج. وابا هادشي كامل انسان كيتاجر في لا دروغ وانسان عطيها غير الشراب والخروج والدوران، نقدروا نقولوا خروج والدوران اوكي، ولكن باش يكون كيتاجر في لا دروغ ويكون حياته كامله دايره غير على لا دروغ وهذا الشيء، وكم كوا انه كاع الناس لا من والديك ولا من صحابك تيقولوا لك بلي هذا الانسان ما مزيانش، وانت الوحيده اللي شايفه انه ديك الغلاصه هي احسن غلاصه كاينه. يعني صافي راه كلشي باغي يفرقنا وانا وياك حتى شي واحد ما يقدر يفرقنا، وكتعيشوا لينا القصه ديال العشق الممنوع تما. دري انا كنبقى نصح بحال انا مطفراه، ولكن المهم خصني ضروري ندير النصائح. ولكن حنا ماشي سوقنا ونرجعوا لسوزان اللي دارت هاد الحريره هذه كامله. فالناس مورا ما نقسموا جوج ديال لي تيب، هنا غادي يدوزوا للمحكمه. وفاش غادي يدوزوا للمحكمه ديك الساعه سوزان غادي تعترف بداكشي كامل اللي كانت دايره، حيت هي اصلا اعترفت عند البوليس. وحتى من دانيال غادي يعترف، ولكن غيبدل الاقوال ديالو وغيقول لهم بلي انا هادشي كامل اللي درتو لا انا ولا خويا درتو، حيت سوزان هي اللي كانت كتهدد فينا وقالت لينا بلي الا ما درتوهمش انا غادي نمشي عند البوليس وغادي نقول لهم بلي راه نتوما كتاجروا في لا دروغ، وغادي نعطيهم زعما الدلائل بلي راه كيتاجروا في لا دروغ. دونك هو خاف ودار داكشي كامل تحت التهديد. المهم هو قال هاد الهضره هادي قدام القاضي وقدام ليكيب ديالو اللي باقي ما هادينيش الله باش نقلب على السميات. وفاش قال هاد الهضره هادي بيان سور القاضي والناس حتى هما ما تيقوش. المحكمه غادي تحكم على دانيال وسوزان ب 40 عام وعلى خو دانيال ب 38 عام بيان سور بالتهمه ديال القتل. وسوزان غادي تبقى كل مره من بعد اعوام واعوام 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 غادي تبقى دير استئناف المره الاولى واستئناف المره الثانيه واستئناف المره الثالثه باش انها يتخفف لها الحكم، ولكن كل مره كيترفض لها الطلب ديالها وغادي تبقى في الحبس لا هي لا دانيال ولا خوه. من مورا ما خوها غادي يكبر غادي يدعيها باش غادي ياخذ لابارتي ديالها من الورث، يعني دفع طلب انه ما يكون عندها حق في الورث ولا في حتى شي حاجه ديال والديها. الطلب ديالو غادي تاكسبتا وسوزان غادي تخرج من الورث، يعني ما غتاخذ لا درهم لا جوج، والورث كامل غادي يمشي لخوها اللي صغر منها. يعني سوزان خرجات بلا والدين ولا بلا دوك الفلوس اللي هي كانت باغا، واللي كان دانيال كيقنعها انه دوك الفلوس ديالها. القضيه ديالنا هنا غادي تكون سالات ونكونوا سافرنا البرازيل وشفنا الجرائم اللي كيقدروا يطراو. صراحه البرازيل حتى هي من الدول اللي كيطراو فيها بزاف ديال الجرائم اللي كيكونوا شويه خايبين، واخا الاغلبيه ديالهم كيكونوا كولد كيس ولا نقدروا نقولوا انه كيبداو يتسدوا من طرف شي ناس وحدين اخرين، يعني اغلبيه كيكون تما عنده نوافذ دونك كيبدا يسد الكيسز وكيخليهم انهم يكونوا كولد كيس. داكشي علاش ما كنبغيش نحطهم بزاف، ولكن كاينين بزاف ديال الجرائم اللي ما كيكونوش عاوتاني حتى هما كولد كيس في البرازيل، ولا لقيتهم غادي نبقى كل مره نحطهم. والجريمه ديال اليوم كانت هي هذه. انا غادي تكون القضيه ديالنا سالات وغادي نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديده ونتلاقاو في قضيه جديده مع جريمه جديده ونشوفوا هذه المره فين غادي نسافروا. بيزوات.